راهيب أرد مايا قومي كل زمان ناشكي وداني طوب زمان ناشكي وداني طوب زمان كسنا بكل دمرن كسنا بكل دمرن كل جندبن جندبن تتعجبي على قدام جندبن تتعجبي على قدام هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه بکل دمرن کسنه بکل دمرن کل جندبن جندبن تتعجبی على قدام جندبن تتعجبی على قدام هم خوردن مریاو کی مثلبین دینیمان و پالیمان هر نشتمان دینیمان و پالیمان کرد و کردستان کسنه بکل دمرن کسنه بکل دمرن کل جندبن جندبن تتعجبی على قدام جندبن تتعجبی على قدام راوی کرد را بوی سرفی و شیران بابقی نشیدکن تاجی جیهان بابقی نشیدکن تاجی جیهان کسنه بکل دمرن کسنه بکل دمرن کل جندبن جندبن تتعجبی على قدام جندبن تتعجبی على قدام خردنون هر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا. مساء الخير مشاهدي بيت تي في الأكارم، أهلا وسهلا بكم بالحلقة الجديدة من برنامجكم حواراتنا، والتي هي تحت عنوان هل بايدن سيحرق الأسد لحرقه البلد؟ ولكن قبل كل شيء لابد أن نشكر باسمكم مشاهدينا الكرام من خلف الستار: الأستاذ عبد الباقي الحسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، الزميلة الإعلامية يسرى زبير، الذين يساندوننا بالكنترول، لهم جزيل الشكر. طبعا سمعتم أكيد بالشعار الأسد أو نحرق البلد، وفعلا حرقها الأسد عبر قتل أكثر من 1,000,000 شهيد سوري وتشريد أكثر من 10 ملايين مواطن بين لاجئ ونازح، وناهيك عن جلب مرتزقة من إيران وأفغانستان والعراق وغيرها الكثير من الدول عبر إسكاء نار الفتن الطائفية والقومية. ومع ذلك رافق دمار البنية التحتية السورية التي تحتاج اليوم لأكثر من 500 مليار دولار لإعادة الإعمار في البلد، وغيرها الكثير من ارتكاب المجازر والأعمال الإرهابية التي لاقت وللأسف الإهمال المتعمد من المجتمع الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تقاعست إدارتيها السابقتين، إدارة أوباما وترامب، على المحاسبة الجدية لهولاكو العصر المعتوه بشار الأسد، الذي يحتاج وسلطته مع أيتامه من المرتزقة من ما تسمى بالمعارضات السورية، وخاصة ائتلاف القوى المعارضة. تلك المعارضات التي اشرأبت من نهج حزب البعث الشوفيني وممارسات العصابة الأسدية الحاكمة كل سياساتها، وينبذها غالبية شعوبنا السورية، ليس لحرق فقط، يعني لحرق الأسد، وإنما دفن رمادهم، رماد
الأسد وسلطته الإجرامية في مزابل الطغاة والدكتاتوريين العالميين، فهل سيحرقهم بايدن زعيم الإدارة الأمريكية الجديدة، أم سيكون على خطى أسلافه ونحن السوريين أمام حقبة إرهابية أسدية أخرى؟ كل ذلك سنناقشه اليوم مع ضيفينا العزيزين الدكتور كمال اللبواني، وهو طبيب وكاتب وسياسي سوري معروف. ودكتور كمال اللبواني، أهلا وسهلا بك مرة أخرى في برنامجنا حواراتنا، نورتنا. مساء الخير للجميع، تحياتي لجميع المستمعين ولكم للضيوف، وإن شاء الله هيك يكون يعني إطلالتنا اليوم ليست ثقيلة عليكم. نعم دائما منور. كذلك نرحب بالأستاذ جدعان علي، وهو قيادي سابق بالحركة الكردية السورية والآن سياسي كردي مستقل ومعروف جدا. أهلا وسهلا أستاذ جدعان. صديقي سالار، نورتنا. شكرا، مساء الخير لك وللأستاذ الضيف وللأخوة من وراء الستار مثل ما تفضلت، والأخوة المشاهدين والمستمعين. شكرا كثير. تسلم. دكتور كمال اللبواني، هل توافقني على ما جاء في المقدمة؟ الأسد حرق ليس البلد فقط والحجر اللي بالبلد، حرق كل شيء. فهل الإدارة الأمريكية الجديدة، إدارة جو بايدن، ستسير على خطى أسلافهم من أوباما إلى ترامب، أم فعلا بايدن كما يرنو إليه الكثير من السوريين، أم سيحرق الأسد وسلطته، أم سنكون أمام ديمومة جديدة من الإرهاب الأسدي المنظم؟ في سؤالين يعني لازم نفكر فيهم دائما. يعني إلى أي حد يستطيع الشخص أن يكون الفاعل الوحيد في بلد طويل عريض؟ اثنين، إلى أي حد يكون السلطة ليست من نتاج الشعب ولا تعبر عنه؟ وإلى أي حد في هناك تطابق بين السلطة والشعب؟ يعني مثل ما بيقولوا بالدين، كما تكونوا يولى عليكم. هلا نجي بقى على الموضوع الثاني. هو سؤالين مهمين دائما لازم نفكر فيهم، لأنه للأسف اللي عارضوا الأسد ما كانوا أحسن منه. مو كلهم عم بحكي يعني، بس اليوم كسياسيين، كطبقة سياسية تحمل نفس مفاهيم النظام للأسف يعني. فلهالسبب اضطرينا نعارض اثنين. هلا صرنا معارضين للنظام ومعارضين للمعارضة، ما عدنا نعرف يعني مع مين بدنا نوقف. الموضوع أمريكا، بايدن قطعا سيكون منضبط ويسلك سلوك القانون الدولي، يعني ما رح يكون خارج القانون الدولي. لهالسبب الفرصة الوحيدة لأنه بايدن يتصرف هي القرار 2118 المتعلق بتسليم السلاح الكيماوي، والمشترط أنه إذا النظام أخل في تعهداته سيطبق العقوبات عليه على حسب البند السابع، يعني دي تطبق عليه. هذا الباب الوحيد البقيان أمام بايدن ليتحرك من خلاله. سيصطدم بالفيتو الروسي، لكن بعتقد في يتجاوز الفيتو لأنه في قرار سابق، يعني في يعتمد على أي تدخل لخلع الأسد بناء على أنه في خرق واضح من تقرير منظمة السلاح الكيماوي، في خرق واضح ومتهم فيه النظام كله، وبالتالي تستطيع الدولة العظمى أن تطبق القرار السابق بالقوة. يعني متذكرين موضوع العراق وكيف اعتمدوا على قرار سابق، وموضوع ليبيا كيف اعتمدوا على قرار ونفذوا، الناتو تدخل. فإذا هذا الفرصة الوحيدة الموجودة، لكن هذه تتطلب جهد جهيد عند الإدارة الأمريكية لإقناعها بأنه التصرف بهذا النوع يعني سيقدم لها الكثير من الخيرات. أما ما في حماس عنده ليعمل أي عمل عسكري خارجي. وسوريا بالنسبة له آخر همه يعني. تمام دكتور، بعيدا عن الرأي والتحليلات، أنت معروف عنك صديق أو قريب من أمريكا، وطبعا هو مبعث أمل للسوريين، يعني نفتخر بذلك ككل سوري يعني. وخاصة أنك زرت إسرائيل، وإسرائيل أحد
أهم محرك السياسة الشرق الولد الأوسطية. المدلل. طبعا الولد الولد المدلل. المدلل. وأنا وكل شعوبنا تقريبا رحبت بهذه الخطوة، يعني على عكس ما يقوله بعض المسيسين أو التكفيرين، يعني أنه طبعا كانت خطوة جميلة وجريئة منك، بس لكونك قريب من مركز القرار، هل لديك معلومات أنه سنكون أمام نهاية الأسد بنهاية هذا العام؟ أحد الموظفين الماسكين الملف بالخارجية قال لي عدم ذكره لموضوع سوريا بخطابه، مع أنه ذكر اليمن وحكى تفاصيل، أحد أمرين: إما أنه نسيانها نهائيا سيتجاهلها، أو محضر لها شيء ما بده يحكي. فقال نحن كوزارة يعني ما وصلنا تعليمات جديدة، نحن لسنا على السياسة القديمة، لكن سكوت الرئيس يعني يعني أحد تفسيرين ما حسوا ما بنحسن نحن نحكم عليه. لكن الاتجاه العام بالإدارة الأمريكية أنه يجب أن يوضع حد للملف السوري. طبعا هذا مو بس أمريكا، يعني اللوبي الإسرائيلي وبإسرائيل أيضا كمان ماشيين بهذا المجال، لأنه وصلت الأمور الإنسانية إلى درجة لا تطاق ولا يمكن أن تستمر. التغلغل الإيراني وصل لحد لا يمكن العودة عنه. يعني إيران اليوم ليست فقط وجود عسكري، حتى لو ضربوا لها القواعد العسكرية والى اخره، صار عندها قاعدة اجتماعية بشرية ممتدة من دير الزور للساحل وبدمشق وبالجنوب والى اخره. فالقاعدة الاجتماعية اللي عم يدرسوه بالمدارس، اللي عم بيعملوه، هذا شيء لا يمكن بعد بيصل لمرحلة اللا عودة. وبالتالي إذا هن معنيين بإخراج إيران، وأنا برأيي معنيين بإخراج إيران، فما عاد ما عندهم وقت كتير، لازم يتصرفوا. فأنا ميال للفكرة اللي بتقول أنه ستكون هناك خطوات جدية من قبل الإدارة الأمريكية حتى لو اعترضوا الروس. هلأ إذا ما بدهم يفوتوا بحرب مع الروس بيشتغلوا استخبارات، يعني ستشهد شيء مهم في دمشق وداخل النظام إذا كان الروسي ما وافق. وأنا بعتقد نحن قدمنا مبادرة على أساس الروسي يعني ما يشعر بالحرج، فبصير يعني لنسهل العملية وتكون أقل عنفا. أما بتصوري الأسد سيخلع من السلطة بطريقة أو أخرى. أستاذ جدعان بابل سلار، أهلا وسهلا بك مرة ثانية. هل توافق ما قاله الدكتور أن الأسد سيخلع وستحرقه إدارة بايدن؟ شكرا كثير، شكرا للأستاذ الدكتور كمال والأخوة الضيوف كمان، أكرر شكري وتقديري. أنا أعتقد الدراسة لازم تنبنى على أمور واقعية. خلال 10 سنوات المضت من عمر الثورة السورية لا النظام الأمريكي، الإدارات الأمريكية، أوباما وترامب، وكان إلى حد ما كونه نائب لأوباما جو بايدن، مش يعني نقدر نحمله مسؤولية مرحلة كبيرة من سنوات أو 4 سنوات الأخيرة من ولاية أوباما. كان الوقائع على الأرض بتقول أنه الإدارة الأمريكية لن تكون قريبة من الحل السوري. هو لابد من حل، لابد من نهاية، لابد أنه الأسد إما الله يأخذ روحه أو بطريقة ما لازم ينزح عن النزاع عن السلطة. يعني أي تبع الله الفكرة يا جناب، لأنه في علم الغيب نعم طبعا. نعم. بس يعني قصة عمليا إنه الخطوات العملية اللي بده ينخلع، ما هو الآلية الأمريكان الإدارات الأمريكية السابقة الوقائع تقول لن يتصرفوا بالسرعة اللي نحن نتوقعها كسوريين. يعني المصالح الأمريكية تقتضي إدارة الأزمات من خلال معرفتنا ودراستنا ومراقبتنا للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في باقي مناطق العالم. يعني إدارة الأزمة بكل ثبات وبكل
برودة أعصاب الشعب السوري اللي مات واللي بالسجون واللي انهجر واللي انزاح من أرضه، يعني الهجرة الداخلية والخارجية والويلات اللي عم بتصير براسهم. القضية السورية أنا أعتقد مختلفة عن كل قضايا اللي مرت على الأمريكان وغيرهم. بعمرة القضايا الدولية والمناطق الخلافية، القضايا الخلافية بين الدول الكبرى ما وصلت انه فيتوين سوا يستخدموا في مجلس الامن ضد اي مشروع يخص الحلول في سوريا او الوضع السوري او متعلق بالنظام او بالاسلحه الكيميائيه الممنوعه دوليا او اي شيء كان. يعني هال10 سنوات السابقه مثلا 12 13 فيتو مزدوج من قبل روسيا والصين تدل وتخلينا نصل لقناعه انه الامريكان انا لا اقول عاجزين او غير راغبين بايجاد حل، لانه اعلنوا هدفين رئيسيين من خلال تدخل بسوريا: الانتهاء من داعش وعدم تمكنه من العوده، واخراج قوات الايرانيه، اخراج السلطه او القوات الايرانيه من داخل سوريا واعوانهم. هلا هالهدفين هدول لا يوحي للإنسان السوري أنه الأمريكان ناويين يعملوا شيء مفيد للشعب السوري المقهور. إذا عم يحارب داعش وشرط على اللي يحاربوا معه ضد داعش ما يقرب على باتجاه النظام، وكان يبحث على تشكيل قوى على الأرض تشتغل مع التحالف الدولي بقيادة أمريكا بشرط الوحيد لا يقربوا على النظام ولا يضربوا طلقة واحدة باتجاه النظام ولا يفكروا بإسقاط النظام. إسقاط النظام في المنظومة الفكرية الأمريكية اللي سبقت، وأنا أعتقد الحالي ليس أفضل من اللي سبقهم، لا أوباما ولا بايدن. الدراسات والمنظرين للإدارة الأمريكية حسب الدراسات اللي عم تطلع واللي عم نسمع ونقرأ لا توحي كل الدراسات انه في تأني. هل سوريا هي اولويه؟ كمان الدكتور كمال عم يقول انه سوريا عجب في اولويتها، لانه ما ذكر بخطاب الرئاسي وخطاب القسم لما اول خطاب للرئيس الامريكي، لما سوريا تغيب كلفظ واسم وشعب وقضيه وازمه تغيب عن الخطاب الامريكي، انا ما بعرف على ايش بدنا نبني انه لازم نتفائل ولازم بايدن يحرق الاسد مثل ما حرق سوريا او البلد. يعني انا ابدا ماني متفائل للاسف الشديد. يعني طبعا الوقائع والدراسات، المخضرمين الامريكان في المراكز الاستراتيجيه للدراسات والهي دراساتهم عم بتقول، تحاليلهم عم بتقول انه بايدن لحد الان الاداره الجديده غير مقرره لاي شيء تجاه سوريا. ربما لن تصبح سوريا في أولويات الأمريكان، مؤجلة بالمساومات مع الروس. التصاريح اللي طلعت لحد الآن غير مبشرة بالخير للشعب السوري من الإدارة الأمريكية. أنا هاي وجهة نظري. دكتور كمال، أصبحنا أمام وجهة نظرين. أنت أعطيتنا جرعة من التفاؤل وأنت طبيب، جرعة أمل، ولكن للأسف أستاذ جدعان غير متفائل نهائيا. وخاصة البارحة تحديدا الخارجية الأمريكية أكدت أن القوات الأمريكية في سوريا ستكون فقط لمحاربة داعش والمنظمات التكفيرية، وأيضا لن تحمي حتى آبار البترول الذي كان يعتمد أو يفرح الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أو في إقليم كردستان سوريا الأصح. يعني ما تعليقك يا دكتور؟ وقت اللي بيحطوا سياسة بأمريكا بيلتزموا فيها، يعني بيحطوا سياسة مثلا بيقولوا تغيير سلوك النظام، بيعتمدوا بقى على الضغوط العسكرية والاقتصادية وقت بيحطوا سياسة تغيير النظام معناتها بدهم يحطوا لها موازنة ويحطوا لها وسائل، ما بيحطوا سياسة بس مجرد شعارات. فإذا قالوا هن تغيير النظام يعني يتطلب إنه يبعثوا طائرات تقصفوا على طريقة ميلوزوفيتش مثلا.
بس هن ابدا ما انهم بوارد يعني الا يدلوا ضمن سياسه الضغوط على النظام لتغيير طبيعته وسلوكه. وهيدي تماما. بعتقد انه مفهومه، يعني هن لن يستخدموا الآلة العسكرية المبادرة، لن يعلنوا الحرب على النظام الا بقى في باب وحيد، هو انه خرقوا للاتفاق الكيماوي للقرار 200 و 2118. فهذا البوابة الوحيدة اللي ممكن الأمريكي يدخل مباشرة في مواجهة مع رأس النظام والنظام ويهدده عسكريا، واعتقد في بإمكانه بايدن يعملها هيدي العملية. هلا الامريكان بحد ذاتهم يعني هن عندهم استراتيجيه واضحه جدا، يعني هن بيقولوا ما بدنا ارهاب، ونحن ما بدنا نحفظ امن اسرائيل. هلا هون النقطه الثانيه ما انتبه لها صديقي جدعان، لانه الامن اسرائيل اليوم مهدد وجوديا. اذا تغلغلت سوريا في ايران ستسقط الاردن تلقائيا، لانه الاردن حاكمها الاخوان وحماس عمليا، فأصبحت محاصرة من قبل إيران، وإيران بها القدرات العسكرية الحالية والنووية والصاروخية ستشكل خطر وجودي على إسرائيل، وبالتالي رح يتحركوا الإسرائيليين داخل الإدارة الأمريكية ليفرضوا شيء ما. فالعامل الإيجابي اللي أنا شايفه من 2014 إنه الوحيد القادر على تغيير السياسة الأمريكية أو حتى الروسية هو الإسرائيلي. لا سبب رحت لهونيك، لأنه نحن ما عاد عندنا أداة أخرى غير هيدي الأداة، ما عاد عندنا رافعة تانية غيرها. للأسف الدول العربية تريد بقاء النظام، وهي اللي دعمت الإرهاب والتطرف يعني بكل أشكاله. وكانت خطوة جريئة وخير ما فعله الدكتور. إذا نعود إلى نقطة أساسية، وقت نقول النظام يعني إيران، وقت نقول إيران يعني الأسد، يعني ما يسمى بمحور المقاومة. يعني ألم يحن وقت لكسر هذا المحور الشرير الذي يسبب كل بلاء الشرق الأوسط، وليس في سوريا فقط، يعني كل بلاء الشرق الأوسط يأتي من هذا المحور. اليوم صديقي الروسي يعني اتفقوا هن وياه على انه يطبقوا سلطة انتقالية ومجلس عسكري وكل شيء، لكن حط شرط بالاخر انه بدكم ترفعوا العقوبات عني في متعلقة باوكرانيا. فالجدال اليوم انه كيف نستطيع ان نجبر الروسي وكيف سنتجنب رفضه، لان الروسي اليوم ماسك النظام من رقبته، يعني في يخلعوا للاسد دقيقتين. والمعارضه تقريبا يعني بيد الناتو، يعني تركيا وامريكا والى اخره والدول العربيه وناتو تعتبرهم يعني. ففيهم يعني الطرفين مالكين طرفي الصراع، الفلتان الوحيد هو الايراني. ففيهم يعني يفرضوا الحل بسهوله، لكن عدم تعاون الروسي مشكله كبيره. فشو الاليات اللي ممكن نضغط فيها على الروسي لنقنعه انه يتعاون؟ هذا ابسط حل، ما بيتطلب شيء عسكري ولا بيتطلب شيء يعني. دكتور، أنت ذكرت المعارضة، هل هناك آمال؟ يعني غالبية السوريين فقدت آمالها على هذه المعارضات كلها، وخاصة ما تسمى بالائتلاف القوى المعارضة، يعني أو الائتلاف المرتزق أو الائتلاف الأردوغاني كما يسمونه الشارع يعني. هذا تركستان، هذا ما دخلوا بسوريا. على كل دخل. الأحوال على كل الأحوال أنت بتعرف أنه الشعب السوري حرم من تشكيل قياداته، وهو عجز عن تشكيلها أيضا من حيث. فاستبدلوا بوكلاء مخابرات الدول ومخابرات النظام، والدول العربية ساعدت النظام على زرع جواسيسه داخل المعارضة، والمخابرات التركية تدخلت وأخذت القسم الباقي، وبالتالي قرار المعارضة اليوم كله قرار بيد تركيا والسعودية. وبالتالي ما في شعب السوري ما دخلوا بالمعارضة، هي مش معارضة، هي جزء من النظام اليوم صارت. لا تحكي على معارضة، ما في معارضة، عندنا في مرتزقة، في عندنا ثورة، وفي عندنا نظامين، واحد بسموه معارضة واحد بسموه حاكم، واثنيناتهم وجهان لعملة واحدة. انت قول عن الشعب السائر وعن الموالين. فالمعارضة مع الموالين مع كلهم هدول فريق واحد. فنحن أعدائنا واضحين، صاروا انفرزت الناس يعني بين ضحايا وبين مرتكبين، لأنه المعارضة كمان ارتكبت جرائم فساد وجرائم قتل وجرائم تهجير وجرائم تغيير ديموغرافي بعفرين وغيرها. فيعني معارضة ما كانت يعني أقل سوءا من النظام. طبعا النظام كان أكثر كمية في الإجرام وأوسع، لكن معارضة كمان نوعيا يعني لحقت حالها.
لحقت حالها وأثبتت أنها مجرمة أيضا. نعم دكتور، هناك من يقول المجرم خلف إرهابي، يعني بشار المجرم الآن صار الشعب يترحم على أيام بشار، ولو تصير انتخاب حصري يعني مجبر ما بين بشار أو نصر الحريري أو ما أي شخصية بالائتلاف، الكل سيختار المجرم، يعني لأنه أرحم من الإرهابي. لا هداك يعني صار قديم ومعروف وأجذب، يعني أجذب، بس هذا ملعون ذكي يعني بخوف، انه هذا اذا استلم الحكم ما بنعرف شو بيساوي، بيجوز يضرب نووي على الشعب السوري، ما بتعرف يعني اذا قالوا له لا، فالسبب خاصة بخوف على فعلا. الكرد. لم يأن النحاس والحريري يقولون عن الكرد أنه أبناء الجن وليسوا ببشر ويجب إبادتهم وكذا. يا سيدي اذا حسنانين يعملوا، اذا حسنانين يعملوا يعني يعني هذا الحكي شو بدك فيه، لا تتاجر فيه، اذا حسنان يعمل، يعني شو يقول شو ما بده، في النهايه هو يعني خان لاهله، لاهل درعا يعني، فما لا تزعل يعني. نعم أستاذ جدعان، يعني لماذا لا تعطينا نوع من التفاؤل؟ يعني أنه فعلا كما قال الدكتور هناك علاقة ما بين الأمن الإسرائيلي في المنطقة، يعني خط أحمر أمام إسرائيل، كل العالم يدرك ذلك، ليس شيء جديد نطرحه في برنامجنا يعني. وهل هناك، نعم أستاذ سليمان، وهل هناك نظام مجاور لإسرائيل حافظ على الأمن الإسرائيلي أكثر من نظام حافظ الأسد وبشار الأسد؟ صح، ولكن السيد المقياس سيد النظام إيران، يعني إيران عم تتجاوز يعني. فليكن هلا نحن عم نقول أمريكا حددت هدفين في سوريا: محاربة داعش وإنهائه وعدم تمكنه من العودة، وإنهاء الوجود الإيراني في سوريا، إنهاء. هلا هذا هدف معلن، لا يأجلوه ولا يتماهلوا فيه، ولا في أي مناسبة كانت. محاربة أو منع أو خروج القوات الإيرانية من سوريا لا يعني إسقاط النظام. هناك طرق عديدة للمساومات مثل ما تفضل الدكتور. نعم، الأمريكان والروس عندهم إمكانية، كان من أول يوم من 2011 يغيروا النظام، وبال 2012 كان يقدروا يغيروا النظام، وهلا يقدروا يغيروا النظام بهالليل، ما يستنوا لبكره كمان إذا قرروا تغيير النظام. إذا الوقائع عم بتقول، أو بالأصح إذا توافق مصالحهم، إذا توافق مع مصالحهم تماما. هلا هناك يعني لا غبار عليه أو لا خلاف عليه، الدول العظمى تتحرك حسب مصالحها. أمريكا دولة ديمقراطية، دولة مؤسسات، الشخص يعني لا يملك حق القرار. أعتقد الرئيس الأمريكي لا يستطيع أو لا غير مسموح له خارج المؤسسات يتصرف أو يقرر. يعني المؤسسات الرئيسية في أمريكا هي التي تقرر ماذا تفعل كاستراتيجية لمصلحة دولة أمريكا، الإمبراطورية الأمريكا، وكيل الله أمريكا على الأرض يعني. لكن كل الإمكانيات متوفرة وكل الحجج موجودة لديها، وتستطيع تتصرف خارج مجلس الأمن كما تصرفت بالعراق، وتستطيع تتخلص من الفيتو الروسي والصيني إذا بدها. حجج كثيرة إذا بدها، مثل ما تفضلت القرار 2118 قرار جاهز وتحت الطلب والإيد الأمريكان يعني، لكن لا يوجد قرار أمريكي بتغيير النظام. أنت كمان تفضلت الدكتور كمال، حماية إسرائيل أنا بتصوري ليس بتغيير بشار الأسد. النظام السوري البعثي حافظ على حدود إسرائيل أكثر من أي نظام في العالم، والوقائع تشهد على ذلك. يعني نظريا يتاجر بالقضية الفلسطينية وبالجولان لكن عمليا الأسد أنا باعتقادي إذا اليوم طلبوا منه يتنازل عن جولان يتنازل، لا يخاف من كمال لبواني ولا يخاف من المعارضة ولا يخاف من نظامه.
وأبوه فعل وحافظ فعل بعد جولان، يعني هو كان فعل حافظ لذلك يعني إذا بذكر أمن الإسرائيلي المهم جدا للأمريكان هذا صح، والمهم جدا للروس كمان، والمهم جدا للاتحاد الأوروبيين لكل العالم. ناحية لأن إسرائيل دولة قوية وديمقراطية وذات نفوذ ولوبي وعلمانية ومتطورة وأسلحة ودمار شامل، كل شيء عنده يعني، ومدللة عند الأمريكان والروس والأوروبيين وكل العالم. ولذلك الإسرائيليين، الدولة الإسرائيلية ليست في خطر لا من الأنظمة العربية، وانت شايف حاليا بلشت إعادة العلاقات أو تنسيق العلاقات، فتح العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية وعلى الطريق. والأسد العلاقات العلنية قصدك؟ كان نعم. موجودة علاقات ولكن نعم. العلنية نعم. الآن. نعم. بوجود هذه الآليات وهذا التوجه والوقاع على الأرض لا تبشر بالخير. أنا أرغب في تغيير النظام لأني أحد أشخاص المعارضة، ومثل الدكتور كمال وربما أكثر منه. إذا الدكتور كمال عنده قضية بس من ناحية الوطنية والهيئة، أنا عندي قومية ووطنية. أنا أريد هالنظام يتغير يوم قبل بيوم، لأنه أذانا كثير، أذى القضية الكردية، أذى الشعب الكردي، محل هوية، لم يعترف بهوية الكردية. نحن في القرن ال21 ولا زال قسم من الكرد يعانون من عدم وجود ورقة تثبت أنه سوري أو تركي أو إيراني أو أي شيء. المكتومين. أنا عندي من كم يوم بشار الأسد قال الكرد جايين من الأكراد، كمان لم يقل الكرد، قال الأكراد جايين من تركيا واستقبلناهم وكذا، كأني هو عم بيتحنن علينا أو يعني عندنا علينا نعم. بالجنسية. نعم. عندنا شعب يعيش على أرضه تاريخية، وقبل ما هو يأتي وأجداده إلى سوريا هم من أتوا إلى سوريا. نحن بالكرد دكتور كمال ما في عائلة وما في مثال حي يعيش قدام عيونه من 50-60 سنة، من سنة 62 لليوم. أنا عندي خال لا زالوا طيب بالقامشلي اسمه دياب عمر حسن، كان عسكري مجند بحوران بسنة 62، عسكري مجند عنده دفتر خدمة، خدم 2 وشهرين ويومين بدفتر الخدمة، هيك كاتبين مدة الخدمة يعني. طلع مكتوم دكتور كمال. خالي حاليا موجود، ولاده متجوزين، ولاده متجوزين، لا زالوا مكتوم من سجلات سوريا، وبالقامشلي عايش وطيب لسه، لا ميت ولا شيء. عرضنا قضيته بمجلس الشعب سنة 1991، والكل صفق والكل قال حرام وقال مدري ايش، وظل وضعه لهلا. المكتومين والاجانب والمظالم والمراسيم اللي اتخذت، يعني قصدي من هالامثله دكتور كمال انه نحن نرغب ككرد في تغيير هذا النظام ثانيه قبل ثانيه، ونتمنى انه الامريكان والروس والكل يتفقوا، لانه الشعب السوري عاجز عن ان يحرك شيء. الدول لعبت فيه فرطنه، قسمت المعارضه لمعارضات، خلقت كتائب وفصائل مسلحه ما انزل الله بها من سلطان، اضرب من داعش واضرب من 60 متطرفين وجبهه النصره، وهي يعني وقاع على الارض مثل ما تفضلت انت بعفرين وبراس العين وبتل ابيض وبجرابلس وبالباب، توحي لهالشيء او تؤشر لهالشيء هذا. مع هذا انا كانسان سوري اناضل ضمن صفوف حركه تطالب بتغيير النظام الى نظام ديمقراطي. لن افقد الامل، لكن علما الشعوب مجبوره تعتمد على الانظمه من خارج بلادها للاسف الشديد. لو كان الامكانيات، لو كان الشعب السوري متفق تماما
وما تورط نزاح للتسليح ونزاح للإرهاب وللتطرف والنظام أبدع في هالمسألة هي، أبدع في التقسيم، أبدع في شراء الذمم، أبدع في الإتيان بالداعش وإتيان بالإرهاب وإخراج الإرهابيين من سجونه، من سجون، استورد الإرهابيين من العراق ومن غير العراق ومن إيران. هذا النظام يجب أن يتغير، لكن كيف وشلون؟ كيف؟ بأي الوسائل، بأي الأدوات؟ كل الدلائل تشير انه الامريكان والروس طبعا بدون خجل ولا حياء من الشعب السوري، من دم الشعب السوري، ماسكين النظام وبدهم يثبتوا جدارتهم انه حافظوا على النظام الدموي اللي يقتل شعبه بالبراميل. بده يعيد النظام، سيطرة النظام لما قبل 2011 قبل الثورة. اذا طلع بيد روسيا هيك بدها تتصرف وتسوي هن والإيرانيين. لكن الشعب إذا ضل، هلا إذا بدنا نعتمد على أي شعب، الشعب السوري، إذا نحن عقدنا الأمل على المعارضين اللي انشقوا، اللي طلعوا لبرا من خوف من موت، انهزموا لبرا. إذا اللي برا وقت يصرح بمسألة وطنية تتعلق بقوم آخر، الشعب الكردي مثلا، يصرح أوسخ من لسان النظام وأزلمة النظام ونسوان النظام مليون مرة. يعني على اي شعب نعتمد؟ مشان لاجل ذلك لا الامريكان مقررين تغيير النظام مثل ما تفضلت انت، تحسين السلوك او تجذيب السلوك، وحتى الايران، حتى النظام الايراني الامريكان ما يصرحوا انه راح يغيروا النظام الايراني، كمان تحسين سلوك واخلاقيات النظام. مين؟ اي دوله في العالم تستطيع أن تغير سلوكيات النظام إذا ما شاف الخوف من تغييره؟ إذا الأمريكان ما طلع منهم رسائل مباشرة للنظام السوري أنه راح يشتغلوا على تغيير النظام سيبقى قوي، والناس ستبقى ضعيفة، والمعارضة ستبقى ضعيفة، وفي طريقها إلى التشرذم أكثر ما أمام العين حاليا. يعني أنا هاي وجهة نظري أستاذ. دكتور كمال، يعني قبل أن تعلق لي سؤال، يعني حقيقة بيعجبني جدا الآية الكريمة: لا يغير الله ما بقوم حتى ما يغيروا ما في أنفسهم. يعني نحن كما ذكر الأستاذ جدعان، يعني على أي شعب نتحدث، شعب مشتت، شعب نصفه صار لاجئ وربعه الثاني نازح، وأيضا المعارضة اللي اجى من رحم هذا النظام الفاشي، يعني عمل فتنة أكثر من بشار. يعني لذلك أنا يعني برؤية بسيطة، بتحليل بسيط إلى السياسة الدولية، كيف بدها تعتمد أسس لتغيير هذا النظام أو هذه السلطة الحاكمة، والشعب كله والمعارضات كلها لحد الآن متقاتلة متلاهسة وراء ما بدنا نحكي ألفاظ يعني مرتزقة بكل معنى الكلمة، ولا كالكلمة دكتور. يعني في آية كريمة بتحكي ماني حافظها تماما بدقة، بتقول: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ومساجد وإلى آخره. هذا بيحكي هون عن الصراع، وحدة وصراع الأضداد. عادة بالمجتمعات ما بيتصارع الإيجابي والسلبي، بيتصارع السلبي مع السلبي، بيقوم بيفوز الإيجابي. هيدي بالضبط يعني مفهومنا الفلسفي للآية الكريمة. فأنت ما تتخيل إنه يعني خصم النظام لازم يكون جيد، لا، هو خصمه نتاجه. يعني عادة النظام ينتج، نظام الفاسد ينتج أضداده من داخله، عوامل زواله من داخله. فأنت اللي شايفه هلا هو ضدين سيئين عم يتصارعوا مع بعضهم، أوكي منيح كتير، بس هذا في النهاية دمروا بعضهم. وهي السياسة الأمريكية. أمريكا احتلت العراق وفشلت، فهي لن تكرر هذه التجربة. موضوع الإيراني اليوم، الخطر الوحيد على إسرائيل هو الوجود الإيراني، أن تستخدم سوريا كمنصة إيرانية. لهالسبب، والأسد ربط مصيره بالوجود الإيراني، لهالسبب
الأسد يزول بمجرد ما تقول إخراج إيران، يعني معناتها ضمنا الأسد يزول. حتى إسرائيل ما عندها استراتيجية إلا استراتيجية بند واحد، خروج إيران من سوريا. وبالتالي هذا ضمنا يعني الأسد، لأنه الأسد ربط مصيره بمصير إيران. خيروه بال 2018 بين البقاء بالسلطة أو البقاء إيران في سوريا، فاختار إيران. فهو اختار إيران وقال إنه أنتم ما فيكم تضمنوا بقائي للسلطة، لأنه بعد شوي بتقولوا لي جرائم حرب وجرائم كيماوي، أنا ما فيني اختار هذا الخيار. وبالتالي هو موقعه الطبيعي، يعني وقت بتقول إخراج إيران من سوريا يعني إسقاط النظام. وأمن إسرائيل متعلق فقط ببند واحد، يعني أمريكا ما قالت إنه هي متعهدة بأمن إسرائيل، لكن السياسة اللي بتقول إخراج إيران هي حماية أمن إسرائيل، لأنه ما عاد عندها خطر إسرائيل إلا عم من يقول لك إيران. استاذ جدعان انه ايران ايضا يعني هي او كل محور المقاومه، يعني هم بالاصل يقاوموا من يقاوم اسرائيل يعني. إيه بس هن في النهاية مشروعهم لكي يحتلوا المنطقة ويسيطروا عليها كان يجب أن يرفعوا شعارات الممانعة. ثانيا، إيران بهذا الحجم وبهذه القدرات تشكل خطر استراتيجي. اليهودي ما بيفكر انك انت رأيك شو، بفكر امكاناتك شو، لانه رأيك بتغيره. وبالتالي اي سلطة اليوم بإيران ممكن تتغير. امكانات إيران بهذا الحجم وبهذه الطريقة غير مقبولة، تتناقض وجوديا مع إسرائيل. سبب إسرائيل لا تستطيع أن تتحمل. هلا في بدهم يشتغلوا، هلا في سياسات بتقول انه الضغوط العسكرية والعمل من الداخل ممكن يغير النظام الإيراني. في سياسات بتقول قطع الهلال الشيعي من خلال سوريا. في سياسات بتقول انه تكفي الضغوطات الاقتصادية. في سياسات بتقول انه خلينا نتفق مع الروسي. في سياسات بتقول انه الجموهم باتفاق نووي قاسي. كل هاي سياسات، لكن لا توجد سياسة احتلال سوريا كما احتلت العراق. ولا حدا يتوقع من الامريكي يكرر هذا الغلطة. كلفتهم 2 تريليون دولار وخربوا العراق، ولهلا ما عاد ضبط. وهذا مشكله يعني. وطلع التطرف وطلع كذا، فهن عندهم يعني عقده ذنب مثل ما بيقولوا. فما بلومهم انا على هذا الموقف. هن في النهايه ليسوا يعني إيه مسؤولين عن العالم وعن حقوق الشعوب، ومو مسؤولين. هن ما بيعتبروا نفسهم واحد من هالشعوب. يعني الامم المتحده ليست مكلفه بحفظ حقوق الشعوب، ولا مكلفه بحل الصراعات الداخليه. يعني هي بالحروب الخارجيه، والصراع في سوريا داخلي. لهالسبب بنقول مثل نرجع للآية الكريمة: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن أملنا بالمجتمع المدني، بجيل جديد من الشباب، بنمط آخر من التفكير السياسي، ليس شمولي، ليس استبدادي، ليس شوفيني، ليس متعصب. يطرح القضايا البسيطة الاجتماعية البسيطة، بيركز على الاقتصاد، بيركز على التعليم، على الصحة، على الخدمات. ما بيطرح أيديولوجيات لم تعد تسمن ولا تغني من جوع. وبالتالي هيدي يعني مراهنتنا نحن على ناسنا، على شعبنا في النهايه. وفي اجيال جديده عم تطلع، ووعي جديد عم يتشكل، وما في شعوب تقدمت من دون ان تمر بمرحله ازمات. يعني الحرب الاهليه عاده والصراعات من هالنوع بتختصر الزمن. معظم الشعوب اللي تقدمت مرقت بحروب مريره. يعني هي الحروب مريره هي درس للشعوب. فخلينا نكون ايجابيين شوي، نقول شويه من شعبنا، شويه من الدول، شويه من يعني هذاك، وطلب العون من الله سبحانه وتعالى كمان مفيد يعني. فبالتالي ماني شايف الواقع مسكر، لانه طالما الحياه موجوده فالامل موجود، وطالما الله موجود فالامل موجود، وطالما في ناس اكارم مثلكم كمان في طرق يعني لايجاد حلول لكل المشاكل. ماني شايف القضية متعلقة بإرادة الدول أكثر ما هي متعلقة فينا نحن إذا أردنا أن نخرج. نعم. وهل دكتور كمال الأبوامني والمعارضات الحقيقية أو المعارضة الحقيقية سيغيرون رأيهم من القضية الكردية، يعترفون بحقهم في تقرير مصيرهم، أو كحد أدنى، يعني الفيدرالية هي الحد الأدنى للحقوق القومية الكردية في سوريا؟ هل سنرى دكتور بالمستقبل دكتور كمال الأبواني وغيره من الناس المحترمين بالمعارضة مع هذا الطرح
أن سوريا تكون فيدرالية لكل السوريين دون أن تكون عربية أو معتمدة كما الآن المعارضات وجبهة الإسلام امبارح كما ذكرت أنه ولن نتخلى عن العروبة كما الأسد يتخلى. هل أنا بالنسبة لي أريد سوريا دولة ديمقراطية مدنية ليست لها لا هوية قومية ولا دينية، وأهلا وسهلا مين فيها يعيش هن على قدم المساواة وكافة الحقوق متساوية. أنا مؤمن بالدولة المدنية الدولة الديمقراطية. أما مواضيع تانية أخرى دستورية أنا ما فيني قررها، أنا هذا قناعتي، وأنا مش قناعتي تقرر. هل تؤمن كل إنسان له عن الحق حق تقرير مصير للشعوب دكتور؟ أنت في دولة حق أوروبية. تقرير المصير للشعوب. رح نختلف على تعريف الشعوب وحق تقرير المصير، ورح نختلف على شيء كثير. هذا الموضوع لا أستطيع حسمه اليوم أنا، ولا أستطيع أن أتكلم نيابة عن الشعب السوري. أنا كشخص أحترم حقوق أي إنسان وأي شعب وأي مكون وأي قومية، لكن شكل الحل اللي أنت عم تطرحه فيدرالي أو غيره أو إلى آخره لا أستطيع البت فيه لمواطن لاجئ بدولة تانية أحمل الجنسية السويدية. يعني حتى بيجوز ما يحق لي استلم منصب بسوريا. فأنا كخبير اعترافي ما بيقدم لك ولا بيأخر لك، لكن أنا معني اليوم أساسا اسمح لي دكتور، معني اليوم أساسا في إنقاذ سوريا من الموت وفي هناك عودة اللاجئين. دكتور هناك بالأمس القريب كان هناك منافسة بينك وهناك من، أو بالأحرى بجوز أنت مالك خبر، هناك من عمل استفتاء أنه هل سيكون فهد المصري أم دكتور كمال لبواني رئيسا لسوريا؟ أنا أبدا يستحيل، يعني أنا لا يشرفني أن أكون رئيسا لسوريا وهي على هذا الحال، ولا أستطيع أن أحكمها، ولا عندي أي طموح أن يكون شيء تاني غير أني معارض. أنا معارض وسأبقى معارض، وما بفهم إلا بهالشغلة. وأنا أكره السلطة وأكره كل سلطة، يعني حتى الحزام تبع السيارة بكرهه، وبكره يعني عندي عقدة من الباب المسكر ومن القانون ومن الشرطي ومن الأمر ومن التسلط. أنا بحب كون حر قد ما في كون حر، وبالتالي السلطة بعتبرها قيد غليظ لا يمكن أني أحطه بإيدي. لهالسبب أنا ما بدي أرجع لحياة الانسجن بتقول هيك وبتعمل هيك ومدري شو. لا 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 لا، أنا مستعد أعيش بغابة ولا أحكم. وبالتالي لا تقول لي انه من سيكون. اكيد انا ساتنازل لشرتح او لفهد المصري او للمناف، لمين من كان. انا اذا كان الشعب انتخبني ساتنازل فورا عن هذه المنصب، لانه ما بعتقد رح كون منيح ولا رح كون سعيد فيه. ستتنازل لسليمان قرو الكردي؟ بالعكس، اذا انت بتكون موجود انا بتمنى، لانك انت رح تكون رحيم فينا اكثر من غيرك بكثير. تسلم، يعني اشكرك جدا دكتور. يعني انا كان القصد انت فهمت المعنى السؤال، يعني انه هل تقبل انه يكون رئيسا؟ قلت لك دولة مدنية والمعيار الكفاءة وما يختار الشعب. ليس هناك شروط على أي حدا، لا مرأة ولا جنسية ولا قومية ولا شيء. هذا الدولة المدنية تتعامل معك كسيتيزن، مواطن. أنت مواطن لك كامل الحقوق. لك لغة ثانية بيجيبوا لك مترجم. أنا اليوم بالسويد ما بحكي ولا كلمة سويدي، بطلب مترجم عند الدكتور بيجيبوهم هن عم يضحكوا. ما في مشكلة، لا مشكلة لغة ولا مشكلة شيء. المشكلة الأساسية اليوم إنه تتلاقى دولة تحترم البشر، تحترم الناس. كل هاي المشاكل الثانية بتنحل بسهولة ساعتها. لكن سوريا اليوم رايحة على الموت، نحن بدنا ننقذها من الموت. أنتم عم تطرحوا القضية الكردية اليوم في الزمن الخطأ، لأنه سوريا اليوم على أبواب الوفاة، يعني بالعناية المشددة وعم تموت. يا بتساعدونا متى يكون الزمن الصح ونحن كمان نتجرع الألم؟ أنا أعتقد استاذ جدعان بس نخلص دكتور وجايين لعنا بمختص، جايين لعندك استاذ جدعان، تفضل. أنا بالنسبة لي يعني بقول إنه القضية الكردية في أيدي أمينة، يعني في أحزاب كردية وفي شعب كردي، في قوات موجودة على الأرض وفي كذا. ما يعني ما أنا ما كان عملي مش إني أنا هلأ اليوم ساعد القضية الكردية، لأنه عندي ناس عم تموت بالسجون وناس عم تموت جوا وناس بالمخيم. هيدي المشكلة الأساسية، إنه سوريا رايحة على تقسيم ورايحة على احتلالات طويلة، وعم يحكوا اليوم بأربعة أو خمس دول، يعني تركستان وكردستان وعلوستان وإيرانستان وشو اسمه ودرزستان، وآخر شيء الشامستان.
يعني صار عندنا 5 دول عم يحكوا فيها رسمي، يعني ما عاد الموضوع، وبالتالي أن سوريا كلها قد تتوفى. فما مشكلتي اليوم أني ناقشك في حق الشعب الكردي في تقرير مصيره. أنا أقول أنه الشعب الكردي له حق في تقرير مصيره، لكن الشعب الكردي موجود في 4 دول. اللي موجود في سوريا هو جزء من الشعب الكردي وليس كله، دكتور وبالتالي في جزء ما احمد ينطبق على مصطفى. الجزء، ما ينطبق على الجزء لا ينطبق على الكل. فبسوريا في قضية قومية وليست، ولا توجد قضية شعب له حق تقرير مصير، مع أنه إذا جمعتهم كلهم سوا ولغيت سايكس بيكو قطعا أنا أعترف بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره وإقامة دولته، وأنا بروح برفع له العلم وبيشرفني ذلك. لكن تحكي انك انت بسوريا شعب له حق تقرير مصير، في سوريا جزء من الشعب لا، الكردي. نحن نقول الفيدراليه دكتور، النظام الفيدرالي. الفيدراليه انا غير موافق عليها. الفيدراليه انا اعتبر انه الفيدراليه هي فشل للدوله. اذا كان حقوق ثقافيه كامله اهلا وسهلا، اذا كان لا مركزيه جغرافيه، لا مركزيه جغرافيه، صلاحيات واسعه محليه بما فيها اللغه وبما فيها التعليم وبما فيها، اوكي نعملها على اساس محافظات، يصير هذا الكلام. لا مركزيه واسعه الصلاحيات مع اعتراف دستوري بالهويه القوميه الكرديه كمكون ثاني في الدوله السوريه. هذا انا هود الشغلتين يعني انا فيني اوعدك فيهم. اما الفيدراليه بالطرح اللي عم ينطرح فيها يعني جيش وخارجيه وموازنه، يعني انتم بتحكوا الفيدراليه العراقيه، العراق ما في دوله، العراق مقسم، عمليا مقسم. يعني العراق الوضع الكرد بالعراق يختلف كثير عن الوضع الكرد بسوريا. بسوريا موجودين على كافه الاراضي السوريه، على كافه الاراضي السوريه، وانا موجود على كافه الاراضي السوريه، وبالتالي كيف بدنا نحلها؟ ما فينا نقسمها فيدرالي على الطريقه العراقيه. لا تاخذ العراق نموذج، سوريا هذا ما الوضع سيحله الديموغرافي استاذ مختلف. جدعان، هذا ما سيحله الله. استاذ جدعان. لدي اسئله كثيره على النقطه، هذا تعليقات بس. انت الان الضيف الفرنسي، لك الكلمه. أنا أعتقد الكرد يزداد خوف من كلام أمثال الدكتور كمال لبواني، يجعل خوفهم أكبر. الشعب الكردي في سوريا شعب وأرض، موجود على أرضه التاريخية الدكتور كمال حسب اتفاقية سايكس بيكو اللي أنت تعرفها أكثر مني. يعني الشعب الكردي يجب أن يحصل على حقوقه في سوريا ميتة أو حية، في سوريا الموجودة. لأنه لما الكردي يطالب بحقوقه يتذكر العربي السوري، المواطنة والمساواة وإحياء السوريين، وخلينا هلا نأجل نوصل للبرلمان الديمقراطي ونوصل للمؤسسات الديمقراطية ونوصل للإدارة الواسعة، الإدارة يعني أوسع صلاحيات للأطراف وللمحافظات والهاي. أنت دكتور كمال لبواني عم تحكي بلغتك وتطلب من دولة أنت آخذ جنسية فيها يجيبوا لك مترجم. لكن أنا شعب، عضو من شعب موجود، شخص من شعب موجود على أرضه التاريخية، من حق الطبيعي سوريا بأي وضع كانت. البعث استولوا على سوريا، سووها دولة عربية يعني للعرب بس. أنا جدعان علي أحكي دارس عربي وشهادتي من مدارس عربية وبلسان عربي، لكن أصلي كردي دكتور كمال. إذا ما أخذت حقوق القومية، إذا ما تمتعت بحقوق القومية اللي حسب الأعراف والمواثيق الدولية، لن تهدأ لي بال ولن أستطيع أرفع رأسي أمام وأفتح عيني أمام أولادي والقادمين. ولن تهدأ سوريا، ولن تهدأ سوريا، ولن تهدأ الشرق الأوسط الشعب الدكتور كمال لبواني، أنا أعتقد هذا هروب من الجواب. الله يعطيك العافية، أنت إنسان كويس وديمقراطي، وفي كثير أمثالك ديمقراطيين وكويسين، ونقدر نعيش سوا. نعيش سوا لما تعترف فيني بالهوية والحقوق وعلى أرضي التاريخية. وأنا إذا أنا سمعت أنك بس فيديو أو بمقابلة مثل من هالنوع، أنه إذا الكردي طالع اعترفوا باللغة الكردية معناته لازم 3 مليون كردي يتوظف بالدولة، ولازم كل عربي
ينوجد له مترجم، ولازم كل كردي ينوجد له مترجم، والاكراد يشتغلوا كل مترجمين لدى السوريين. اعتقد هذه مقاربه مغلوطه 100%. الدول اللي انت تعيش فيها دول فيدراليه، ودول تعترف بالقوميات، والدول تعترف باللغات، ولكن الدول ما انتهت. الدول لم تنتهي، الأنظمة لم تسقط بالاعتراف بالقوميات الموجودة والمتآلفة واللي تخدم وطنها. الشعب الكردي يفضل على العربي، كيف يفضل على العربي؟ لما يقول أنا بضمن سوريا سأعيش وأتمتع بحقوقي وأساهم في بناء سوريا ديمقراطية، نظام ديمقراطي يعترف به كل الناس. المواطنة تعطيني كحق شخصي دكتور كمال البواني، لا تعطيني حق جماعي، لا تعطيني حق القومي، لا تعترف بالحق القومي حق المواطنة. الدول اللي ألمانيا والسويد والأمريكان والروس هذول كلها دول فيدرالية، ما شفنا الشعوب مظلومة فيها ومحرومة من لغتها ومحرومة من ممارسة حقوقها وفولكلورها وتاريخها وكتابها وكتاباتها. كل التاريخ عن الكرد في سوريا مزور من قبل البعثيين، من قبل دكاترة، ومن قبل ناس مستقلين في وقسم منهم ربما يكونوا شيوعيين. يعني انا اعتقد دكتور ذكر انه الوضع الكردي مختلف في سوريا، مختلف عن العراق كونه جغرافيا غير موحده، وجغرافيا اقليم كردستان سوريا متواصل مع بعضها. انا امتى اكون هالكلام صح مع الدكتور كمال البواني؟ اتفق معه لما اطالب بدوله كردستان المستقله تتوحد الاربع اجزاء فيها. انا ككردي سوري أطالب بحقوقي ضمن سوريا، دولة سوريا، جمهورية سوريا. ومثل ما تفضل أنه بالدستور يتثبت مواد اعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي والهوية الكردية للشعب الكردي في سوريا، وباللغة الكردية اللغة تكون لغة أولى في مناطق الأغلبية فيها واللغة الثانية في البلاد. إذا ما تثبت هالأمور بالدستور السوري القادم، سوريا لن تنعم بالاستقرار، لن تنعم بالاستقرار إذا ما اعترفت بحقوق كل المكونات الموجودة بسوريا. إذا الكل لم يشاركوا، لم يتم الاعتراف بهم، ولم يشاركوا بإنشاء الدولة الحديثة، ولم يشاركوا بالنظام، ولم يشاركوا بالحكومة وبالبرلمان. أنا هلا بالبرلمان السوري طبعا أنا أقول لك أشكل في سوريا 15%. ال 15% لا يمكن يحصلوا على قرار في البرلمان السوري 85% البقية إذا اتفقوا ضدنا، إذا اتفقوا 50+1 إذا جابوا تصويت. بالتصويت لن نحصل على حقوقنا، بالأغلبية والأكثرية أقلية ما نحصل على حقوقنا. لازم يتثبت في الدستور مواد ما فوق الدستورية، يعترفوا بحقوق الكرد. دكتور كمال البواني، حالة توافقية. نعم طبعا المواد ما فوق الدستورية لازم تكون حالة توافقية. الاعتراف بالحقوق القومية لازم حالة توافقية. أنت تعترف بحقوقي وبإنسانيتي وبمواطنتي وبشراكتي بسوريا، وإذا يوم من الأيام طالبت بتجزيء سوريا، باقتطاع جزء من سوريا، بإعلان دولة علما من حقي الطبيعي أنا كشعب يكون حق تقرير المصير حقي الطبيعي. لكن أنا أرى ككردي سوري حقي الطبيعي في تقرير المصير أن أكون شريك في سوريا بهويتي، بلغتي، بلباسي، بتعليمي، بأمي اللي ما تعرف العربي، وبوالدي اللي ما يعرف العربي. هيك لازم يعترف فينا العربي. والدكتور كمال البواني أولا لازم يعترف بهالشيء، يجيب أمثلة من الدول الأوروبية، الدول الفيدرالية، أنه والله لازم الكردي يصير إذا اعترف باللغة يصير مترجم. إذا ما تعترف بلغتي كيف بدك تعترف بحق تقرير مصيري؟ كيف بدك تعترف بأن أنا موجود كشعب على أرضي التاريخية؟ يا دكتور كمال، أنا أعتقد الهروب من الأجوبة الوطنية الصريحة اللي تخدم وطنية سوريا واللي تخدم سوريا المستقبل. إذا ضلينا على سوريا حافظ الأسد وسوريا بشار الأسد وسوريا البعث، نبقى على هالعقلية مع بعضنا. الشباب المدنيين
المجتمع المدني اللي انت تبني امال عليه، اذا كان تشرب من هالثقافه هي انه خلينا ناجل الامور كلها لا الخلاص من النظام الدموي، فنعم انا اشتركت معك. انا بال 2004 قمت بثوره ما حدا شاركني، لا جاري ولا قرايبي ولا اللي جنبي ولا اللي بجنبي، الكل وقفوا ضدنا. هاي شغله. بال 2011 فاتوره عاليه من الشهداء. بال 2011 اشتركنا من اول اسبوع بالثوره، وبلشنا نقيم بمظاهرات تضامنا مع الثوره السوريه، وتضامنا مع المظاهرات السوريه، مع تسميات يوم المظاهره. ما حطينا يوم لحالنا، كنا نقدر لو بدنا انفصال، لو بدنا نفكر بالانفصال، لو بدنا نفكر بتجزئه سوريا. الاعتراف بالحقوق القوميه للشعب الكردي في سوريا هو تمتين وحده سوريا، هو تمتين سوريا المستقبل، هو ايجاد سوريا ترفع الراس، سوريا يفتخر فيها دكتور كمال لبواني هو بالسويد، وانا بكردستان العراق، وواحد بتركيا، واحد بالمانيا، واحد بامريكا او بامريكا، لا وين ما كان. يعني اللي الدوله لازم نفتخر فيها ليس بالوجود الامني الحالي، دوله امنيه، سوريا دوله امنيه، سلطه امن، مخابرات، عزل الناس، سجن الناس، ارهاب الناس، تعليم، وكل شيء مؤدلج جوايه. انا اعتقد دكتور كمال لبواني تقربك من الموضوع القوميه الكرديه لا يعني انك نسيت القوميه الوطنيه. من ضمن القضيه الوطنيه قضيه سوريا، قضيه الكرديه درجه اولى. انا اعتقد اذا ما صارت قضيه الكرديه قضيه كل مواطن سوري، سوريا لن تفلح في النجاح والوصول الى ما يصبو اليه الدكتور كمال لبواني ومن يشبهه في التفكير. يعني شكرا كثير دكتور كمال، لك الكلمه، التعليق والراي وكل شيء. يعني طرح اشياء كثيره استاذ جدعان، وفعلا كل شيء حكى الاستاذ جدعان، كل شيء حكى الاستاذ جدعان انا موافق عليه. شكرا. وانا معه، انا اشعر بألمه يعني، لكن هو حط بقالبين غير صحيحين. يعني القالب الاول اللي هو الاعتراف بلغه رسميه ثانيه للدوله، لغه يعني اللغه الرسميه الثانيه، يعني صار لازم وثائق الدوله كلها تنكتب بلغتين. نعم. الشغله الثانيه اللي هي الفيدراليه. هلا الاعتراف بالهويه القوميه الكرديه تعني الاعتراف باللغه الكرديه، اللغه مستعمله في سوريا، بتعلم، تكتب وثيقه، بتقدم الى اخره، بس انا ماني مطالب اني ترجم كل وثائق الدوله للغه الثانيه. هذا السؤال. يعني لغه ثانيه ايه، بس لغه رسميه ثانيه ما بتزبط بالدوله. دائما في لغه رسميه. دكتور ليش انا مطالب اعمل يعني اكتب بلغه رسميه؟ لانه في اغلبيه واقليه، ما ممكن يكون في لغتين. الموضوع الترجمات كثير صعب، دكتور بس اغلبيه سوريا مو عرب يعني. عفوا دكتور، سوريا ولا الشرق الاوسط كله اغلبيتها مو عرب. يعني العرب معروف الموطن الاصلي. عم نحكي يتكلمون اللغه، وليس عم بحكي عربي. نعم. يعني في عندنا بالشام في كذا عائله كرديه تتكلم العربي. النقطه الثانيه خلوني اوضح لكم اياها حتى ما نختلف كثير. الفيدراليه لا توجد حدود جغرافيه واضحه لرسم فيدراليه جغرافيه، فالفيدراليه الثقافيه بتصير انه في مكون ثاني له لغته، له حقوقه، له كذا، واينما كان موجود على الاراضي السوريه فهو يستطيع ان يكون يمارس حياته بهويته. انا ما قلت انه مو ارضه التاريخيه، انا قلت سوريا هي الارض التاريخيه للكرد والعرب. والمكونات الاخرى انقطع. الو دكتور كمال، توقف. يبدو هيك، يبدو انقطع النت عنده. الا ليس ما يعود. انا اعتقد كل مواطن سوري مهما كانت هويته، انتمائه من اي مكون. تفضل رجع مشان ما ناكل حقك. تفضل دكتور كمال. تسلم. شوف الارض التاريخيه، انا معك، هذه سوريا ارضك التاريخيه وارضي كمان.
وانا موجود انا وياك بكل المناطق، مش بس بمحافظه واحده ولا بس بشرق الفرات او غرب الفرات، لا لا لا، الكرد موجودين تاريخيا على هذه الارض من الاف السنين، بس لكن لا تحددهم بمكان جغرافي لانه موجودين على في كامل واحد المنطقه. اسمه درويش بيقول نحن الكرد في ايام اعتقالك وقفنا امام السجن يا كشباب سيدي طلاب يا جامعه. سيدي واجبنا هذا واجب دكتور كمال، ما في منية، واجب. انا افتخر اني دافعت عن الكرد ايضا، ورحت على المحكمة أمن الدولي وبكيت وقت شفتهم عم يسوقون إلى هذه المحكمة، لأنه هذا شعور إنساني نبيل يعني، هذا لأن نحن كلنا ضد القمع، لكن خلافنا اليوم خلينا نحدده بدقة، هل اللغة الكردية لغة رسمية ثانية أم هي لغة ثانية؟ لغة رسمية ثانية، لغة رسمية ثانية، يعني معناتها أنت تطلب من الدولة السورية أن تترجم كافة وثائقها إلى اللغة الكردية؟ يعني انت يعني اي معامله انا بدي اقدمها او انت بدك تقدمها يجب ان تكون نسختين كردي وعربي؟ لا، بنسخه واحده باللغتين كردي وعربي. يعني هلا بالباسبورت هون بالعراق في ما عم نحكي على الباسبور، ما عم نحكي على الباسبور، عم نحكي على وثائق الدوله. يعني اذا بدنا نعمل الدولة حتى الوثائق بورقه واحده بتصير. يعني بدنا نعمل نحن مثلا مثل ما يعملوا اوروبا هون سيستم مثلا على الكمبيوتر، الفايل الطبي بده ينكتب باي لغه؟ فايل طبي باللغتين. معناتها بدي الاطباء كلهم يعرفوا لغتين. كما انا المفروض هذا اللي عم بحكي عليه. يعني انتم ما عم تفهموا علي شو قصدي انا. اذا كان كل وثائق الدولة وكل معاملات الدولة بدها تترجم للغتين على اختلاف المترجمين واختلاف اللغات، لازم توظفوا كل شباب الكرد ونسائهم في عملية الترجمة، معناتها لازم يتعلموا اللغتين، معناتها ما حلينا مشكلة. اما اذا بدكم انه انتم بمناطق معينة تستعملوها ونحن اذا كان بدنا ناخذ نسخة عنها ونترجمها، اوكي بصير. فانت فيك مثلا بمناطق معينة تستخدم وثيقة كردية وتكتب بالهوية بلغتك وتكتب هويتك بلغتك، انت حر، ما في مشكلة. هذا مو مشكل، بس انت عم تحطنا امام عقبة امام الدولة، شغلة خطيرة وكبيرة كتير، يعني بدها عدد هائل من المترجمين ومن لماذا الناس. انت طبيب، لماذا دائما كما تتعلم السويديه الان وحتى في هذا العمر، لماذا لا تتعلم الكرديه كمان؟ يعني وخاصه هذا الموضوع بدك تحكيه مع شو اسمه، مع الشعب السوري، مو معي انا. لا انا وانت من خلالك، نعم، يتعلم انجليزي، من خلالك دكتور كمال، من خلالك نحاكي كل فرد في سوريا، كل مواطن في سوريا، ان لم يتم الاعتراف يا دكتور كمال، موضوع الفيدرالية يا صديقي، الفيدرالية المناطق اللي عم تقولوا بدكم تعملوا لها حكم ذاتي، هذه المناطق فيها مناصفة عرب كرد، كيف بدك تعمل فيها انت؟ مين قال لك مناصفة؟ مين قال لك مناصفة؟ انت عم تحكي على شرق الفرات يا دكتور. لا شرق الفرات انا ما عم بحكي على شرق الفرات، لا انا ما عم بحكي على شرق الفرات. لو سمحت دكتور، لو سمحت دكتور، واقعي، طرحوا مشروع واقعي يعني. الدكتور لو سمحت انا حاليا احكيك مو من خلال عنوان شرق الفرات، انا احكيك وناقشك وحاضر معك كانسان كردي ذو توجه قومي يرغب الاعتراف والحصول على الحقوق القومية في سوريا موحدة. شرق الفرات اخواننا في البيادة اخترعوه بالتعاون مع اخرين، اولاد عمك او قرايبينك او ناس من الدير او من كذا. يعني انا اقول الشعب الكردي موجود على ارضه التاريخيه، اذا اعترفت بارضي التاريخيه لن اصل لدير الزور ولن اخذ اراضي الرقه، اراضي الكرد فقط اللي الكرد عم يطالبوا فيه يكون معترف بحقوقهم الكامله فوق الارض. ان لم تكون الاحصائيات اغلبيه كرديه، طبعا لا يحق لنا نطالب بيكون لغتنا الرسميه فيه. يعني في كل المناطق اللي فيها اغلبيه كرديه، اغلبيه كرديه، تمام. اتفقنا، ما في داعي تشرح، خلاص اذا هيك اتفقنا. اذا انا موافق يعني ما في مشكل، بس
طرح كان ديماغوجي كثير ومعمم، هذاك يعني ديماغوجي، هذاك ديماغوجي ما له علاقه فيه، هذا مو كردي. هذا الطرح اللي شمال شرق سوريا لا يبت للقضيه الكرديه في سوريا بحرف ابدا. خلص اذا نحن بنقول انه المناطق ذات الاغلبيه الكرديه اللغه الرسميه فيها اللغه الكرديه، المناطق ذات الاغلبيه العربيه اللغه الرسميه نعم. فيها اللغه العربيه. اللغه العربيه، نعم. وعندما يوجد ناس هون او ناس هون لهم حق الترجمه. تمام. يعني اذا وجد عربي عندكم له حق الترجمه، واذا وجد كردي عندنا له حق الترجمه، محلوله. شوف الدكتور، بالحوار كيف كيف نتوصل، كيف تزال العقبات، ونحن ثلاث ارباع الخلاف على تعريف المفاهيم وليس على الحقوق. يعني انا ماني ضد الحقوق، بس انت عم تحطها بمفاهيم انا بفهمها بطريقه غيرك. تمام. يعني المهم بالحوار نتواصل بالحوار. لذلك وقت اخترنا حوار، وقت الاتحاد العام للكتاب والصحفيين اعتمدت في هذا القناة حواراتنا، فعلا أرادت أن تكون حوار ثقافي أخوي إنساني بحت يعني. وبالتأكيد الحوار نصل إلى كل ما نرنو إليه. أستاذ سليمان، خلينا نلخصها كلمتين دستوريات. بنقول إنه الهوية القومية الكردية هي هوية أساسية في سوريا، والمناطق ذات الأغلبية الكردية لها الحق في استعمال اللغة كلغة رسمية في مناطقها، على أن يحتفظ العرب بحق الترجمة، والمناطق الثانية بتكون فيها اللغة الرسمية لغة عربية على أن يحتفظ الكرد بحق الترجمة أيضا. يعني ما بصير إذا واحد كردي راح سكن بالشام يعني بده يغير لغته، ولا بدي العربي يتعلم لغة ثانية. اعتقد اتفقنا استاذ جدعان، متفق معك يعني. اعتقد اتفقنا. انا هذا الموضوع سادافع عنه، يعني ما لا تعتبره قضيتك، هي قضيتي صارت. شكرا كثير دكتور كمال. نحن في بالمقاربات وبشرح المفاهيم بالنقاش المتكرر والمتعدد حكما راح نصل لتوافقات. انا ما اعتقد دكتور كمال لبواني يقبل بسوريا في ظلم على فئة، على مكون سوري أساسي. أنا على شخص واحد. أنا ثقتي بالدكتور كمال ما أعتقد يعني واحد ما يقبل على شخص واحد. على شخص واحد ما برضى. تمام. لعنة الله على القوم الظالمين. شكرا. ولذلك يعني أنا مرة قلت لواحد من المعارضة، وحاليا يمكن يطرح حاله ربما يصير رئيس، أنا ناقشته مرة بمؤتمر معارضة، قلت له أخي إذا استلموا الإخوان المسلمين سوريا، النظام السوري أو السنة أو العلويين، يبقى عربي، أنت عندك منفس إنه واحد عربي عم بتطالب بالعربي يكون كويس، يكون ابن حلال، يكون خلوق، يكون مؤدب، لا يظلم الناس، لا يسرق، لا ينهب، بإيد نظيفة يحكم البلد. أنا أبقى مظلوم مع هذا الإنسان الجيد اللي أنت عم بتطالب فيه بالأخلاق الجيدة. إذا ما اعترف بحقوقي ككردي في سوريا، وما تمتعت بحقوقي كمواطن كردي سوري، لن أنعم بسوريا ولن أرضى على الحكم في سوريا مهما كان كويس. دكتور كمال لبواني بكرة تستلم سوريا، تكون بهذه العقلية الجيدة الديمقراطية المقبولة الإنسانية، ولا تعترف بحقوق الكرد، أنا لن أكون مرتاحا معك. لن أكون مرتاح معك. أستاذ جدعان اسمح لي، هو رشحني أنا أكون رئيسا لسوريا، وأنا سأجعل سوريا ديمقراطية اتحادية فيدرالية. ولذلك أتمنى أنه الشريك العربي في سوريا لا يتحسس من الكرد اللي يطالب. أنا لقيت مظالم فظيعة على أيدي الأنظمة المتعاقبة على سوريا قبل البعث، والبعث فظع بالشعب الكردي، المخابرات البعث فظعوا بالشعب، مخابرات حافظ الأسد فظعوا بالشعب الكردي. بالنسبة إلي ككردي هدول كلهم عرب، العلوي عربي والدرزي عربي والسني عربي والشيعي عربي، هدول عرب. إذا ما اعترفت وما قربت على حقوقي
وتهربت منه في افضل ظروفك. هلا بشار الاسد حتى تاريخه لم يعترف، واعتقد لن يعترف باداره الفيدة. حزب الفيدة اشتغل يعني ما عارض النظام ولا قاتل النظام. المربعات الامنيه موجوده في المدن الكرديه. للاسف الشديد للاسف الشديد حتى تاريخه النظام السوري، نظام بشار الاسد، لم يعترف بهذه الاداره اللي لا ترضي الكرد، اللي لا ترضي المجلس الوطني الكردي، لا ترضي الكرد ذو طموح ومطالب قوميه. مع هذا لانه الدار خليل كردي، لانه الهام احمد كرديه، لانه سينا خان كرديه، نظام بشار الاسد لا يعترف بهذه الاداره، ومشروعهم خالي من المطالب القوميه الكرديه، ولا يعترف لانه الاشخاص كرد. لانه الاشخاص كرد. الدكتور كمال البواني، هنا اشعر بالظلم. انا صاحب مشروع قومي في سوريا، في كردستان سوريا، للشعب الكردي في سوريا، وازعل لانه النظام السوري لم يعترف بهذه الاداره. كان يجب ان يعترف بهذه الاداره طالما لا يحارب النظام ويقاتل عن النظام، وقاتل داعش وهزم داعش وباغوز بكل المعارك. 22 حسب أقوال 13,000 شهيد مقدمين، 22 و 25,000 جريح موجود وعاطل، وربع إنسان ونص إنسان صاير من خيرة بناتنا وشبابنا. ولحد الآن النظام لا يعترف بهذه الإدارة. ولا حتى الحوار معهم. أنا كيف ككردي أخذ، أنا شريك المعارضة عن طريق المجلس الوطني الكردي، وفي وثيقة موقعة بين الائتلاف والمجلس الوطني الكردي حتى تاريخه. يطلع واحد من المعارضة يصرح تصريح يسم بدن كل كردي في العالم، ويسم بدن كل مواطن في سوريا، مواطن شريف أمثالك اللي يؤمنوا بالديمقراطية وبالإنسانية وبالتعددية وبالمساواة. يعني للأسف الشديد دكتور كمال البواني، نحن ملدوغين، نحن محروقين، نحن محرومين. إذا لم تثبت بمواد دستورية واضحة في الدستور السوري الجديد اللي ننشد أنا وأنت، نحن وأنتو ننشد سوريا جديدة، نحدث سوريا جديدة، نقيم سوريا جديدة، وحقوقي لم تكن مثبتة فيها دستوريا، لا أستطيع أن أنعم لا بالحرية ولا بالراحة ولا بالديمقراطية، ولا أخليك ترتاح. سوف أظل مطالب بحقوقي إلى أجداد، إلى أسلاف أسلافي، 100 جيل يجي. نحن الثورات الكردية تعرف تواريخها، ما في داعي هلا أشرح لك تواريخ الثورات الكردية من إمتى مبلشانة. للأسف الشديد العربي المتنور يخلينا نخاف منه، فما بالك بالإنسان المتشبع بعثية وأمنا من البعث السوري، من النظام السوري. للأسف الشديد دكتور كمال. شكرا كثير. دكتور كمال، وصلنا إلى السؤال الأخير، أخذنا الوقت. يعني إذا كان لك تعليق على كلام الأستاذ جدعان تفضل. بس ولكن السؤال الأخير، يعني سوريا بعد كل هذا الجدال، بعد كل هذه الآلام، بعد كل هذه الكوارث اللي تجاوزت العقد من الزمن، وبعد هذا الصراعات السياسية الفكرية كما تفضل الأستاذ جدعان، سوريا إلى أين؟ هل سنكون أمام سوريا جديدة نرنو إليها جميعا تكون فعلا تؤمن كافة حقوق مواطنيها؟ تفضل دكتور. يعني اليوم بدي أقول له بس للأخ جدعان وللشباب اللي عم يحكوا إنه نحن العرب السنة بدنا نحكي هيك. يعني أنا زلمة علماني ومني قومي، مهم. فنحن نتعرض لحرب إبادة، مش بس قتل وتهجير، إبادة كاملة. يعني في 15 مليون إنسان هجروا من أرضهم، 12 مليون خارج سوريا، معظمهم عرب. وبالتالي نحن عم يصير تغيير ديموغرافي، عم نتعرض لقتل وتهجير مثلك. يعني نحن عم نعاني مثلك، فلا تحط مشكلتك عنا، مو مشكلتك، نحن وياك ضحايا.
على كل الأحوال لا مشكلة فلسطين ولا مشكلة الكرد ولا مشكلة التركمان ولا مشكلة ستحل في المنطقة عبر الصراع وعبر التقسيم. لا يمكن أن تحل إلا بمشروع اتحادي واسع يشمل المنطقة كلها. ففكروا بهذا الحل، بهذا المسار، مش بقسم سوريا وبقسم العراق وبقسم تركيا، لا، بوحد الشعوب على أنظمة ديمقراطية ونعمل اتحاد فيدرالي ضخم للشرق الأوسط. هذا مسار التاريخ هيك. اسمح فإذا لي بسؤال تتحقق هنا دكتور، اسمح لي بسؤال دكتور. انا وقت اللي بدي اتحد معك يجب ان نكون متساويين في كل شيء. يعني انت اسمك عندك دوله، يجب اول شيء خلي يكون عندي ولو ليوم واحد اسمه جمهوريه كردستان الحره. أنا ما عم أقول لك تتحد وانا زيك معي، اتحد. أنا ما يعني عم أقول نعمل لك اتحاد تتحد لا معي. قصدي نعمل اتحاد شرق دكتور اوسطي، كمال، اتحاد عالمي كبير يعني. طيب خليني بس اوضح لك الفكره، لانه انت لساك واقف عند نقطه معينه. انا عم اقول لا تحلل القضيه الكرديه، يعني حق تقرير الشعب الكردي بتقرير مصيره على ارضه، الا من خلال سياسه اتحاديه لكل المنطقه. يعني بده يصير في عندك 4 مكونات قوميه اساسيه، اللي هن الكرد، التركمان، الترك، العرب، الفرس. هذول ال4 قوميات بدهم يشكلوا اتحاد مشترك. اتحاد مشترك يشمل إيران والعراق وسوريا وتركيا. هذا الحل الوحيد الممكن يعني، وإلا كل الحلول الأخرى حلول صراعية. هذا الحل بيرفع المنطقة اقتصاديا، بيرفع المنطقة حضاريا، وبيخليها تكون على سوية الاتحاد الأوروبي. فاتحاد الشرق الأوسط الكبير اللي لازم يكون فيه 4 لغات و4 قوميات أساسية، واللي فيه يعني مثل ما عم تحكوا تماما فيدرالي كاملا، مثل الولايات المتحدة، مثل غيرها، مثل الاتحاد الأوروبي. هذا الشيء اللي بيحقق لك طموحك وطموحي دون أن نتقاتل. هذا المهم كتير، نحن نسعى بهذا الاتجاه، باتجاه تعزيز العلاقة بين العرب والكرد، تعزيز العلاقة بين الكرد والفرس، وتعزيز العلاقة بين الترك والكرد، لحتى وكل هالدول مع بعضها يعني نزيل هاي الأنظمة الشوفينية والمستبدة اللي في داخلنا واللي مجسدة بالسلطات. يعني ديمقراطية حقيقية بالعراق، ديمقراطية حقيقية بسوريا، بتركيا، بإيران. أنا ما بشوف أي مشكلة في إنه العلم الكردي سيرتفع إلى جانب العلم العربي وجانب العلم التركي، وحيكون في دولة فيها أربع لغات. هالأربع لغات رح تكون رافعة اقتصادية للجميع. فخلينا نحكي على مستقبل لبعد 20 سنة، خطة ل20 سنة، 15 سنة، نبلش الجزئي في هذا السياق، وليس الجزئي في اني انا بدي فوت حرب مع العرب ومع الفرس ومع الكرد ومع الترك لحتى اعمل كيان يستهلك كل طاقته في الحرب، مع انه نحن تاريخيا عايشين سوا، كل عمرنا امبراطورية واحدة تحت علم اي علم كان، بس نحن عايشين على مدى 2000 سنة تقريبا أو 1500 سنة عايشين تحت سلطة دولة واحدة بإمبراطورية شو من كانت. خلينا نقول اتحاد اليوم، اتحاد تعددي. فالفيدرالية جميلة جدا إذا كانت تشمل المنطقة كلها. هذا رأيي. دكتور هذا يشبه جمهورية، هذا مشروع. لا جمهورية أفلاطون. لا دكتور كمال، لا تنسوا انه حافظ الاسد كان حاول الاخ رئيس حزب بككي السيد عبد الله اوجلان اللي هو مسجون حاليا عند الاتراك والله يفك اسره، يعني كان يدعم القضيه الكرديه، نضال الكرد في تركيا. تصور يدعم نضال الكرد في تركيا، يحرم الكرد السوري من الهويه، يحرم الكرد السوري من التملك، يحرم الكرد السوري. هلا اذا نبلش هيك، النظام الايراني حاليا يدعم بعض الكرد في الاجزاء الاخرى، النظام التركي يدعم بعض الكرد في الاجزاء الاخرى، ربما هيك يصير يعني. لكن حتى ضمن شرحك وضمن طرحك الديمقراطي الانساني الجميل، كأنه يعني مثل كأنه تفرض. هلا خليني اخذ حريتي، خليني افكر، انا اقرر مستقبلي. استاذ دكتور كمال لبواني، معك اشاركك واستشيرك، لكن خليني انا ككردي حسب معرفتي، حسب مقدرتي، حسب امكانياتي، حسب تاريخي، حسب عاداتي، حسب تقاليدي، اثبت وجودي في الدولة اللي انا فيها
بعدها نحكي بمشروع اكبر ان كان جميل ولا خيالي ولا ما يعني. هلا انت كمواطن سوري، نحن طبعا وصلنا للاخير اعتقد الحلقه. تمام. بس خلي الدكتور كمال يكفي يعني وبعدين نجي لعندك. تفضل. لا انا خالص، تفضل. لا دكتور، كان سؤالي ما جاوبت يعني. اخر كلمه بعدين سنعود الى استاذ جدعان. اخر كلمه يعني سوريا، انت يعني الكثير من التعليقات يقولون انه هذا حل طوباوي، وطبعا افلاطوني بالاحرى يعني. نتمنى ذلك، انا واحد من الناس اتمنى ذلك. لا بدي اعلق هون اذا بتسمح لي، بدي اعلق هون. اللي عم يحكي هيك لسه عايش بالقرن التاسع عشر، مو بالقرن العشرين، لانه عصر القوميات انتهى بالقرن التاسع عشر. بعصر الامبرياليه ما عاد في قوميات، وهلا بعصر العولمه لساكن عايشين بالقرن التاسع عشر. هذا التفكير بينطبق على القرن التاسع عشر. المفهوم القومي البعثي والمفهوم القومي الكردي والمفهوم، هيدي مفاهيم تنتمي الى قرون سابقه منقرضه. اليوم العالم تغير كثير، فبالتالي انا ما عم بحكي طوباوي، بس انتم عايشين بالماضي مستغرقين فيه الى درجه خطيره يعني. عفوا. نعمل ذلك بكلمه واحده، بجمله واحده. سوريا الى اين يعني؟ هل سيحرق الاسد؟ لا يعني انا لا اضرب بالرمل يا صديقي، لكن اعتقد انه سوريا على مفترق طرق، اما ان تكون او لا تكون. تماما. دكتور كمال، استاذ جدعان، الكلمه الاخيره لك بدقيقتين فقط. ما بعرف صوت ضابط. استاذ جدعان لك الكلمه، تفضل. الو، بكلمه بدقيقتين. استاذ جدعان. الو معك سامعينك، تفضل لك الكلمه. تفضل استاذ جدعان لك الكلمه. تفضل استاذ جدعان، تفضل. سامعينك استاذ جدعان. وانا ككردي ضايع الهويه وغير معترف بحقوقه، ان كانت سوريا ديمقراطيه، وان كانت سوريا بعثيه، وان كانت سوريا امنيه، وان كانت سوريا فيدراليه. نعم هلا نعم انا ارغب بسوريا تعترف بحق. الو، تفضل لك الكلمه. سامعينك، تفضل. انا ارغب في سوريا لكل السوريين تعترف بكل المكونات بحقوق القوميه. الحقوق القوميه مثبته دستوريا في سوريا الجديده، ولي الحق في حق تقرير المصير في حال طرح مجموعه من السوريين مشروع إقصائي لحقوقي. مشروع إقصائي لحقوقي. تفضل لك الكلمة. تفضل. معك. سامعينك أستاذ جدعان. ما نسمع. سامعينك أستاذ جدعان. على كل حال. طيب تفضل. أنا عم بقول كمواطن كردي، كمواطن كردي، لازم تكون سوريا لكل السوريين، وحقوق كل المكونات مثبت في الدستور السوري الجديد وبأغلبية بتوافق، ويكون الكردي شريك لسوريا بالسياسة بالديمقراطية التوافقية، ونتخلص من عصا الأغلبية وكسر. يبدو النت تعبان عند استاذ جدعان. طبعا نحن وصلنا دكتور لنهاية برنامجنا. كل الشكر لك على حضورك معنا، دائما عم نعزمك معنا. شكرا لآرائك، إن سواء اختلفنا معها أو اتفقنا معها، فكل الآراء محترمة في برنامجنا، كل الضيوف محترمين. نورتنا دكتور صديقي العزيز دكتور كمال لبواني. نأمل أن تكون فعلا سوريا لكل السوريين، سوريا التي نشدناها معا بعام 2000 بربيع دمشق، وسنبنيها معا إن شاء الله وفق ما نشاء، وفق إرادتنا، وفق
آمالنا أنه فعلا تكون لكل السوريين ديمقراطية تعددية فيدرالية. دكتور، فيدرالية لماذا ترعب؟ أتمنى للحديث بقية، وسيكون لنا لقاءات أخرى معك، وإن شاء الله تكون في الحلقة القادمة مع الفيدرالية. ودمت بألف خير دكتور كمال الأبواني. شكرا جزيلا، تحياتي للجميع، وإن شاء الله يعني تتفهمونا. بنتناقش على الفيدرالية، بيجوز نتفق على تعريفها، بس احنا مختلفين على تعريف الكلمات أكثر ما مختلفين على الجوهر. تماما، أشكرك جدا دكتور. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام، نشكر الدكتور كمال الأبواني والأستاذ جدعان علي الذي لضعف النت غاب عنا. أستاذ جدعان، وصلنا للنهاية. شكرا جزيلا على حضورك معنا. بس كلمتين. سوريا المستقرة تستقر سوريا بالاعتراف بحقوق مكونات كل سوريا، والشعب الكردي كشعب ثاني أصيل على أرضه التاريخية، تثبيت ذلك في الدستور السوري الجديد. سوريا تستقر، سوريا إلى الأمان، سوريا إلى كل السوريين، سوريا اللي ما يكون فيها لا حروب ولا فيها تقاتل أهلي ولا داخلي. هكذا دولة تنعم بالحرية والاستقرار. ظلم دولة السلام والأمان والحقوق لكافة المكونات والمثبت دستوريا. هيك سوريا أنا قدام عيني أشوف. وأنا هيك أشكرك يا أستاذ جدعان علي مرة أخرى. نشكرك أنت غبت عنا مرة أخرى. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام نشكر الدكتور كمال الأبواني، وهو شخصية سياسية معروفة جدا. شكرا جزيلا دكتور كمال. كل الشكر لك جدعان علي صديقي بابا سالار السياسي الكردي المعروف. نورتونا جميعا، وإلى الخميس القادم انتظرونا. وباسمكم مشاهدينا الكرام نشكر مرة أخرى من وراء الستار عناصر الكنترول صديقي أبو ماني عبد الباقي حسيني والزميلة العزيزة يسرى زبير. وإلى الخميس القادم، ودمتم في رعاية الله.